يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسعادة. طلعنا كده نتكلم مع حضراتكم عن ملخص الشوط الأول كده سريعا. ملخص الشوط الأول سريعا إن نادي الزمالك كان بيلعب على الدفاع بيلعب على التحولات. إيه هي التحولات؟ تحولات بالنسبة لشيكو بنزا. هو ودى شيكو بنزا كابتن أحمد عبد الرؤوف طبعا أول 15 دقيقة أول 16 دقيقة النادي الأهلي ضاغط من قدام بيستحوذ على الكورة وبيقطع الكورة من قدام. في نفس التوقيت راح من الكابتن احمد عبد الرؤوف عشان يلعب على التحولات لان لقى ان كوكا عارف يوقف شيكوبانزا شويه، يعني كوكا كان عارف يوقف شيكوبانزا شويه وكوكا ما بيتقدمش. فمن الظاهر كده ان سراب قال له ايه؟ قال له بص انت كوكا انت شيكوبانزا ده ما تسيبوش، انت شيكوبانزا ما تسيبوش. فبعد الدقيقه يعني 16 او 17 احمد عبد الرؤوف راح واخد شيكوبانزا ومديه الناحيه الثانيه ناحيه محمد هاني. طب المشكله في ايه؟ المشكله هنا شيكوبانزا ابتدى بالفعل يلعب ورا محمد هاني. ازاي؟ محمد هاني يعني بيتقدم لقدام ومحمد هاني بيكمل في الهجمه وفي نفس الوقت بيطلع يعمل الاوفر والكلام ده كله، فسايب وراه مساحات، بيحاول يغطيه اليو ديانج اوقات او بيروح بيرحل ياسر ويروح مغطي مكان محمد هاني. ولكن النقطه هنا ان شيكوبانزا عدى في كورتين كانوا خطيرين جدا جدا على النادي الاهلي ومحدش عرف يوقف خطوره شيكوبانزا والتحولات اللي عملها شيكوبانزا. ناصر ماهر راجل بيحاول يثبت كده للكابتن حسام حسن انا موجود يا كابتن حسام في ارضيه الملعب وبعمل الادوار اللي عليا. عبد الله السعيد بيحاول، ولكن خليني اقول لكم ان الجنب الشمال شغال كويس جدا جدا ناحيه النادي الزمالك وعطلان ناحيه النادي الاهلي، والجنب اليمين شغال كويس جدا جدا من النادي الاهلي سواء محمد هاني اشرف بن شرقي سواء زيزو. عايز اقول لك بقى تعالى اكلمك ان دي من احلى ماتشات اشرف بن شرقي. هتقول لي ازاي؟ اشرف بن شرقي بيلعب بسرعه، اشرف بن شرقي بيروح على الجون وما بيخافش، بيحاول يخترق، بيحاول يخش. ايهاب ازيك يا ايهاب؟ وحشنا طبعا ايهاب من امريكا صديقنا العزيز. مصطفى ازيك يا مصطفى؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في مين يا درش بس؟ قول لنا في مين. وفي نفس التوقيت الجنب اليمين بتاع النادي الاهلي نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار. وخلي بالك زيزو كابتن سروب انا عاجبني المدرب ده جدا يا جماعه، بيلعب حر. يعني زيزو مره تلاقيه ناحيه الشمال ناحيه تريزيجيه، مره تلاقيه ناحيه اليمين، يعني لما جه الجون جه من ناحيه اليمين من ناحيه هاني، عمل الثرو بالمقاس. وانا ليا عتاب برضو على الكابتن احمد عبد الرؤوف. تعالوا نقول لكم ان مصطفى جمال مش قادر يكمل يا جماعه، فده طبيعي جدا جدا اللي انت بتعمله ده. عمل ثرو زيزو جوه، استلامه اشرف بن شرقي الجون استلامه حلو جدا جدا جدا، عدل وارتاح وحطها لعواد ما يقدرش يسال عنها عواد خالص. طب مين اللي يسال عنها؟ يسال عنها خط النص. ايه خط النص؟ انا شايف ان سيف جعفر ملوش اي دور في نادي الزمالك. تاني انا شايف ان سيف جعفر ملوش اي دور في نادي الزمالك. تمام؟ فطب ممكن استعين بمين؟ ممكن تلعب بقى باثنين راس حربه، ممكن تلعب براس حربه صريح لان عمرو ناصر مش ظاهر، مش واضح. في نفس التوقيت الناحيه الثانيه شايف ان اليو ديانج لو نزل محمد بن رمضان هيبقى هايل، لان اليو برضه هو ميزه اليو ان هو بيرجع يدافع. لو النقطه دي عند محمد بن رمضان هيبقى افوق شويه من اليو النهارده مش فايق. اليو يعني ما بيروحش على الجول، يعني بيلعبها كتير مستر سروب ان هو اليو بيروح وبيعمل العرضيه. في نفس الوقت انا شايف ان محمد شريف شكرا لجريديشار على الشوط الاولاني لازم محمد شريف ينزل. محمد شريف لا عواد ما يسالش يا مصطفى، حرام عليك يا راجل، حرام عليك. الاستلامه حلوه جدا من بن شرقي والحطه حلوه جدا. ماشي سيف زفت بس بيعمل سيف جعفر تمام. هو ممكن بقى يطلع سيف جعفر وينزل سيف الجزيري ويأخر عمرو ناصر، وارد يعمل كده برضه، هيبقى في شكل شويه لنادي الزمالك. حتى الاوفرات بتتلعب، هو كل اللعب النادي الزمالك يا جماعه على لعيب واحد بصراحه. اقول لكم هو مين؟ شيكوبانزا، بس بيلعبوا على سرعات شيكوبانزا، مفيش حد سريع زي شيكوبانزا. ناصر ماهر حتى بيتجاب خلاص، يعني بيدعي عليه مساحه بيتجاب. وكابتن احمد عبد الرؤوف درسها كويس جدا ماتش سيراميكا كيلوباترا ان محمد هاني وراه بيبقى فاضي، حاول كذا مره يغطيه اللهم صل على النبي مروان عطيه، ولكن ما عرفش. شيكوبانزا سريع جدا ولكن ما عندوش فينش، الفينش بتاعه ما فيش، بيفكر في نفسه اول حاجه، يعني ما عندوش ان هو يلعب عرضيه. تمام؟ خليني اقول لك ان حارس المرمى هنا وهنا ما اختبرش. بزيرة مصاب يا مصطفى، يعني بزيرة ممكن ينزل ويتصاب زي مصطفى جمال. تمام؟ فخليني اقول لكم ان ايه كاتب ايه نيو مانت، مش فاهم حاجه بس ماشي. خليني اقول لكم ان هيحصل تغييرات الشوط الثاني ده اكيد جدا، بس مباراه حلوه، مباراه كويسه جدا.
مباراه تليق بالكبيرين. نادي الزمالك هايل عرضيه الملعب، نادي الاهلي هايل جدا، انتشاره حلو. مش معنى انا بلعب بتريزيجيه وزيزو وبن شرقي ان هم ما لهمش ادوار، بالعكس تماما. يعني انا اسف، قبل كده كنا بنشوفهم الثلاثه في الملعب ما لهمش ادوار، لا النهارده تعالى بص اشرف بن شرقي بيكمل ازاي، زيزو بيبص بيلعبها له ازاي، الناحيه الثانيه تريزيجيه بيكمل. لا 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 لا، الراجل اسمه سروب ده يا جماعه واقف على الخط ما بيهزرش، مدرب كويس جدا، تكتيكي كويس جدا جدا جدا. هنشوف بقى تبديلات الشوط الثاني. على فكره هو اول حد يسخن في الشوط الاول، هو شايف حاجه برده مش مظبوط. انا شايف ان اليو ديانج لا، ممكن حد يبقى احسن من اليو ديانج، يعني ده انا وجهه نظري. اليو برده بيفقد الكوره كتير، في بطء عند اليو ديانج في الباص. اشرف بن شرقي ليا تعليق عليه، في كوره عدى لو اداها لزيزو، زيزو كان ممكن يعزم ويشوط، زيزو كان ممكن يعزم ويشوط، ولكن هو راح بيها وراح اتنين فاتخطفت. ولكن اعتقد ان الراجل في الجولد بريك يعني اتكلم معاهم. الناحيه الثانيه الكابتن احمد عبد الرؤوف لازم يتكلم مع لاعيبته شويه، لازم يبقى في شراسه على الجون، لان نادي الزمالك انا اسف كان بيلعب ان هو يطلع الشوط الاول 0-0 والشوط الثاني 0-0، وبعد كده يا جماعه لما ننزل الشوط ان شاء الله باذن الله الثاني نحاول ناخد الماتش اللي هو اكسترا تايم، بعد كده ضربات جزاء. مش كل المره بتسلم الجره يا كابتن احمد، خلي بالك نادي الزمالك متاخر بهدف، خلي بالك نادي الاهلي هيبقى عنده الرغبه ان هو يجيب الثاني والثالث. تمام. فين ناصر ماهر؟ لا ناصر ماهر يا ايهاب خلينا نتكلم كوره، هنتكلم كوره يا جماعه. ناصر ماهر لا ظاهر النهارده، بيعمل شغل النهارده. ناصر ماهر لعيب كويس جدا 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 ناصر ماهر، تمام. ولكن خليني اقول لكم ان الكابتن احمد عبد الرؤوف اعتقد ان هو هيغير من الاستراتيجي بتاعه والتكتيك بتاعه في الشوط الثاني. مستر سروب هيحاول يقفل الباك اليمين اللي عامل له قلق وعامل له دوشه، فهنشوف المديرين الفنيين هيفكروا ازاي. ولكن انا بالنسبه لي شوط اول يرتقي ليه جيد جدا بين الفريقين، هجمات حلوه، في خطوره على نادي الزمالك، في خطوره على النادي الاهلي في هجمتين عن طريق شيكو بانزا واخطر لاعبي نادي الزمالك. ملخص سيف جعفر من وجهه نظري صعب جدا في الملعب، انا مش شايف له دور. في نفس التوقيت انا شايف ان اليو ديانج ممكن يبقى في حد احسن منه لو حد هيعرف يرجع ويغطي، واعتقد بن رمضان بيعملها، وبن رمضان كمان حريف كوره، فاعتقد ان ممكن تكون برضو تغيير اليو ديانج مع تغيير جراداشار، لان انا شايف ان جراداشار مش هيبقى مفيد للنادي الاهلي في الشوط الثاني، مش موجود، ما دخلش الماتش، يعني مش عايش اللقاء زي ما بنقول كده في الكوره. فاعتقد محمد شريف كمان متمرس في ماتشات الزمالك، وهتلاقي جماهير النادي الاهلي كلها بتطلب وجود محمد شريف. ده ملخص. الحكم ما حسناش بيه، الحكم كويس جدا 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 يا جماعه. اتمنى الشوط الثاني يطلع بنفس الاداء وبنفس الجوده. ان شاء الله باذن الله الفايز هنقول له مبروك، الخسران هنقول له هارد لك. هنسيبكم مع الشوط الثاني ان شاء الله ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. كنت معاكم محمد حاتم في سريع جدا. سلام.